اهلا بيكم يا جماعه في حلقه تانية من البودكاست. يعني عامل ايه؟ رمضان خلاص بيخلص، والصراحه رمضان ده كان حلو جدا بالنسبه لي. لسبب ده اكتر رمضان حسيت ان انا قريب فيه من ربنا، حسيت بالاجواء بتاعه رمضان طول الوقت الحمد لله. بس مع الاسف كان في حاجه واحده بس صغيره مش لذيذه، واظن اغلبنا الافشنسي بتاعتنا والبرودكتيفيتي قلت في رمضان بسبب ان اليوم متشقلب، كل حاجه بنأجلها لبعد الفطار، واحنا صايمين بنكسل نشتغل والحاجات دي، فشقلب يومنا كله. وبمناسبه الشقلبه عايز احكي لكم قصه لما سبت الشغل يوم عيد ميلادي. قرار انك تسيب شغلك ده عامه قرار صعب جدا ومش سهل ومحتاج جرأة، وانا فضلت شهور عايز اخد القرار ده، وفي حاجات كتير كان منعاني وفي حاجات كتير مخوفاني. مبسوط ان عديت بالاكسبيرينس دي، عشان هي كده كده حاسس انه at some point في حياتك لازم تعدي بيها، وممكن تضطر تعدي بيها اكتر من مره. اوقات هتمشي وانت مبسوط، اوقات هتمشي وانت متضايق، بس كل مره هتبقى بتقعد تسأل نفسك اسئله: هل ده القرار الصح؟ هل اصلا كان المفروض اسيب الشغل دلوقتي ولا استنى شويه؟ لما سبت الشغل خلاص، وانا المفروض اجز شويه واخد بريك وريكفر، ولا ادور على شغل على طول، ولا اشتغل اول حاجه الاقيها على طول؟ طب اسيب الشغل وانا في شغل مستنيني تاني، ولا اسيب الشغل وانا كده مش عارف انا هشتغل فين لسه؟ هل اصلا انا عايز اكمل في البوزيشن ده والكارير دي، ولا انا عايز اغير؟ هل عايز اغير بوزيشنز، عايز اعمل شيفت كارير تماما؟ ده طبعا ده حاجه بتحصل لناس كتير جدا. طب الشغلانه الصح المفروض تبقى عامله ازاي؟ انا اول لما جيت اسيب الشغل، اول حاجه خدت بالي منها الروتين، عشان متعود على ان انا بروح الشغل في ايام معينه، بصحى في مواعيد معينه، مشغول واوكوبايد بحاجه. وانا الصراحه من النوع اللي بحب اكون مشغول دايما ومسحول في حاجه، مش بحب ابقى قاعد فاضي خالص. فاول لما سبت الشغل ليه حياتي اتشقلبت. اول سبب ان خلاص انا بقيت قاعد فاضي، انا مش بعمل حاجه، وده كان مجنني. انا محتاج ابقى بعمل حاجه، محتاج ابقى بكرييت حاجه عشان احس ان انا بفولفيل ماي بيربز. ومن الحاجات اللي فكرت فيها اول لما سبت الشغل، هو ده اصلا كان قرار صح؟ طب يمكن كان المفروض اكمل، طب يمكن كان المفروض الاقي شغل تاني قبل ما امشي. بتداوت كده نفسك، بتقعد تشكك في كل قراراتك، وتحس ان لا انا كده انا فاشل لمجرد انك سبت شغلك. هل ده خلاص يخليك شخص بيكويت اي حاجه، شخص كويتر، شخص انسان فاشل؟ انا دلوقتي مش حاسس ان دي حقيقه، ايفن دو في لحظتها كنت حاسس فعلا بكده. من الحاجات اللي ساعدتني الفتره دي اني قررت ابص لقدام، عشان حسيت انه عمال بسأل نفسي اسئله ملاش اجابه. ابتديت افكر انا اصلا عايز اشتغل ايه، عايز اكسبيرمنت شويه، عايز اشتغل في كوربريت، عايز اشتغل فريلانسر، ولا افكس لكل الحاجات دي واستارت حاجه اوف ماي اون. فنيجي بقى عند مفروض تعمل ايه، اصل الشغلانه الصح ليا اصلا شكلها عامل ازاي. نرجع بقى ستيب ورا عشان نشوف القرارات اللي احنا بناخدها دي صح ولا غلط. الكومباس بتاعتي when it comes to هل القرار ده صح ولا لا، حاجتين وهم سيمبل جدا. اول حاجه، هل كان عندي سبب فاليد ان يخليني اخد القرار ده ولا لا؟ طالما اتليست في one reason one valid reason يخليك تاخد القرار ده، فموست لايكلي القرار الصح. تاني حاجه هي ان انت don't look back. مش هتستفاد اي حاجه لو انت خلاص خدت القرار وعمال بقى بتبص لورا وبتقول لا بس ده كان قرار غلط، كان مش المفروض اعمل كده، كان المفروض استنى شويه. وفي جمله بحبها بتهديني كده دايما وبحس ان انا ماشي صح، بيقولك ان مش حاجه اسمها قرار غلط، عشان اي قرار انت بتاخده ده كان احسن قرار تقدر تاخده دلوقتي. تاني حاجه بقى، وحته ان انت تحس ان انت كويتر عشان سبت شغلك، هو اون بيبر انا متفهم ليه ممكن واحد يحس بكده، وانا حسيت بكده الصراحه. بس برضه محتاجين نكون اوبجكتيف شويه ونبص للموضوع بطريقه حقيقيه. دلوقتي في فرق ان انت مش قادر تكوميت لشغل عشان انت مش قادر تنجح، او الشغل صعب، او عندك فيرز او whatever، فكل حاجه بتدخلها بتسيبها، قرارك بيكون بيس على ايموشن. وفي فرق ان انت دخلت حاجه اي كان شغل ريليشن شيب whatever، اكتشفت انه it's not right for you، مش بتميت يور كرايتيريا، مش بتديفلوب نفسك فيها، فتقوم سايب الشغل. ساعتها ده قرار مبني على لوجيك ومبني على فاكتس، فساعتها انت كده مش كويتر even though ممكن تحس بكده. بس مهم ان انت تفرق. خلاص سبت شغلك، ما بقيتش تداوت نفسك، مش بتسأل نفسك مليون سؤال، وتبص لقدام. at some point هيبتدي يجيلك opportunities، فيه هيكون منها الحلو، فيه هيكون منها الوحش. نتكلم بقى على opportunities اللي هي مش شرط تكون صح ليك. البوزيشن مش نفس البوزيشن اللي انت عايزه، السالري اقل من اللي انت نفسك فيه، conditions whatever. محتاج تسأل نفسك سؤال مهم جدا: امتى تستسلم وترضى باللي جالك لحد لما يجيلك حاجة احسن، وامتى تفضل تعافر وتفايت عشان حاجة احسن. انا بطبيعتي اصلا شخص مش بيحب يستاهل، وان شاء الله ربنا هيكافئني ويريوردني ويديني حاجه اللي انا استحقها، وهي معروفه لكل مجتهد نصيب. ندخل بقى في اكبر دايلاما: اعمل ايه؟ ابتديت فريلانس. ده كان قرار صح بالنسبه لي عشان كنت عايز اشغل ايدي، اداني الفرصه ان انا اكسبيرمنت اكتر واجرب كذا اندستري، واتعامل مع ناس مختلفه، من كلاينتس من باك جراوندز مختلفه، ناشوناليتيز مختلفه، واطلع بره الكومفورت زون لحد لما الاقي الحاجه اللي انا عايز اعملها. فاز كونتنت كريتور بصور، عملت اعلانات، سوشيال ميديا كامبينز، ادز، شورت موفيز،
وببساطه جدا عشان اداني فرصه اني اعمل حاجه انا بحبها، حاجه انا passionate about واكسبيرينس فعلا، وابقى عارف انا عايز اشتغل ايه. اخر بوينت خالص بقى اني الاقي الشغلانه الصح. مفيش حاجه اسمها شغلانه صح، عشان صح ده very subjective. الصح بالنسبه لي ممكن يكون غلط لحد تاني. اوقات بنبقى بنشيس حلم كده unknown، البيرفكت جوب، بس ما اعتقدش ان ده اكشلي موجود. عشان اولا غير ان مفيش حاجه اسمها بيرفكت اي حاجه. الشغلانه الصح ليا ممكن تكون شغلانه غلط لحد تاني. وفي فرق ما بين ان انا يبقى عندي اكسبكتيشنز عاليه ومش عايز اسيتل اي حاجه، عندي صوره واحده متخيلها مش عايز اخد اي حاجه غيرها. عشان كده ده برضو unrealistic. فيعني في فرق رهيب ما بين الحاجتين دول. وطول ما انا عندي الصوره النوت اكير دي في دماغي، عمري ما اكشلي هلاقي، عمري هكون ساتيسفايد في الشغل، وعمري هلاقي الشغل اللي انا عايزه. والشغل اللي انا عايزه اوقات هبقى مش حابه even though انا في الاول كنت حابه جدا، عشان هي حاجه بتروح وتيجي. اوقات يوم هبقى passionate about الشغل جدا، ويوم تاني لا. بس الحاجات الكونسيستنت هي الاهم. genuinely بيضيف لشخصيتي، بتعلم حاجه جديده، في consistent growth. حتى لو ايام مش هيكون في growth خالص، بس overall انا رايح لحته، انا مش بضيع وقتي، انا بفيد المكان اللي انا شغال فيه وهو بيفيدني equally. فانت اكشلي ممكن تبقى طول حياتك بتدور على الشغلانه الصح ليك. هي مش مجرد حاجه هتوصل لها مره وخلاص، عشان طول ما انت بتكبر، طول ما انت بتجرو، البرسبكتيف بتاعك بيتغير ويور نيد بتتغير، تبقى عايز الحاجه الاحسن والاحسن والاحسن. فاتس اكشلي a never ending journey. انا الصراحه مبسوط جدا بالقرار اللي انا اخدته، ولوكينج باك على الموضوع عدى خلاص كام شهر، وانا فعلا ده كان قرار صح ليا، وانا مبسوط اني اخدته. ولسه في قرارات كتير جدا قدام هتبقى احسن، وقرارات هعملها هتاثر في حياتي وبرضه هتشقلبها، بس دايما تشقلبها للاحسن. ده كان توبك حلقتنا النهارده. عايزكم تقولوا لي رايكم في الكومنتس، عايزكم تقولوا لي ايه قرار خدتوه ريسنتلي حسيت ان هو شقلب حياتكم. شكرا جدا لو سمعتوني، وشكرا لو اتفرجتوا عليا. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب على يوتيوب، وبرضه اعملوا فولو على انستجرام وتيك توك. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.